هو الشيطان بيحب الطلاق ليه وبيفرح كده ويبقى عيد لما واحد يطلق مراته ويفرق بين اتنين متجوزين؟ طب ليه؟ ما انت لما طلقت ما عملتش حاجة حرام، ايه اللي مفرح الشيطان قوي كده؟ قالك الشيطان صايع، بسم الله ما شاء الله، باصص لقدام يا فندم، مش باصص تحت رجله، باصص لقدام. طلاق يعني ايه؟ يعني عيال هتتشرط، اقدر ادخل اخلي العيال دي تنحرف. طلاق يعني راجل من غير ست، يعني ممكن ادخله في علاقات محرمة، وست من غير راجل يعني ممكن اخليها تضعف وتقع، وست مطلقة بقى وفتنة بقى وعلاقات في الحرام. فدي يعني فرصة في شغل اهو قدامه. طلاق يعني ممكن اخليهم بقى يظلموا بعض ووسوس لهم بقى، يلا بقى انت بهدلها عشان تتنازل عن المؤخر، وانتي بقى حرميه من العيال واخطفي العيال ولبسيه قضية مش عارف ايه، وخدي العفش واعملي مش عارف ايه في الشقة. ففي شغل قدام الشيطان، في حاجات لسه بسم الله ما شاء الله هيشتغل فيها. فالموضوع مش في الطلاق نفسه، الموضوع في السبوبة اللي جاية. فعشان كده بنقول بلاش الطلاق يبقى سهل. الشباب اللي اصل زعق فيا فطلقني طلقني طلقني لانك عليت صوتك عليا، وانتي اتاخرتي بره، طب روحي وانتي طالق. بلاش الطلاق يبقى سهل كده، لان في من بعديه بلاوي بتحصل. نجتهد شوية، نحاول نسعى، نحاول ما نهدمش البيت. في طلاق اللي هو بيقولوا عليه الطلاق المشروع، اللي هو ايه؟ انا حاولت والله، رحت قعدت مع استشاري اسري وانا حاولت، وقعدنا واتكلمنا مع الناس الكبيرة والناس الخبرة والناس حكيمة، وحاولوا نتصالح كذا مرة. حاولنا والله، بس سبحان الله استحالت العشرة ما بيننا. بس افترقنا بالمعروف، واتفقنا على تربية العيال وخلاص، وخرجنا بالمعروف. النوع الحلو ده الشيطان مش عايزه، هو عايز النوع الاولاني اللي فيه اكشن، فيه شغل. فانا يعني بيحصل الطلاق، بيحصل في ناس استحالت العشره ما بينهم، ولو فضلوا متجوزين الحياه مش هتبقى كويسه، تمام مفيش مشاكل. بس النوع التاني بقى اللي الغالبيه بيعملوه لما بيتطلقوا، ده بيفرح الشيطان قوي قوي. فبالله عليكم نعقل، مش كل مصيبه طلقني طلقني مش عارف ايه. في حاجات وفي بلاوي بتحصل من ورا الطلاق، اللي النهارده الشباب بقوا شايفينه حاجه سهله وحاجه عبيطه. بقينا بنستسهل الجواز وبقينا بنستسهل الطلاق، وهي اي واحده ولو ما عجبتنيش يا باشا هطلقها، ايه الصعب يعني؟ الموضوع مش كده يا جماعه. خراب البيت زي ما قلت في بلاوي بتحصل وراه، وده هدف الشيطان. فما اعرفش الشباب ليه بقوا بيفرحوا الشيطان النهارده.